عش الكتكوت المفروض ده المنتج الجديد عند الملكي. بعد ما عمل لينا الأهرامات الثلاثة بالكنافة في رمضان وورانا القمر في عز الظهر في العيد، الملكي عمل عش الكتكوت في شم النسيم. الاختراع الجديد اللي عمله الملكي قلب الدنيا وهو مخصوص علشان عيد الربيع. بس تفتكروا عبارة عن ايه؟ واللي عمل كل الضجة دي هل عجب الناس ولا لا؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع، لكن اختراعات عيد الربيع ما بتخلصش والكل عاوز ينافس وياكل الجو في العيد. الملكي عود الناس في كل مناسبة يطلع باختراع جديد، يعني في رمضان عمل الأهرامات الثلاثة بالكنافة والكريم شانتيه والمكسرات وكسرت الدنيا والكل عجبها. عمل كمان قلبان باختراع قمر التارو، واللي كانت عبارة عن شوكولاتة كبيرة شبه القمر وجواها كريمة بلون الفضاء وكيك ومكسرات، عجبت الناس جدا، ودي كانت بمناسبة عيد الفطر. الملكي حب يفاجئ الناس بقى المرة دي في عيد إخواتنا المسيحيين وعمل لهم عش الكتكوت، وده قبل العيد بساعات علشان يقول لهم كل سنة وانتم طيبين. عمل فكرة مطرقعة وهي البيض الملون بتاع شم النسيم بس على طريقته وبخلطاته السحرية واللي بتعمل فرقعة ولازم يطلع ترند في كل مناسبة. طبعا الكل جري وبيجرب الاختراع اللي هو عبارة عن بيض شوكولاتة وجواه حشو البيستاشيو والفستق. كمان العش عبارة عن كنافة متغرقة شربات وسكرها مظبوط. البيض ألوانه كتير زي البينك والأبيض والأزرق والأصفر، لكن الحشو واحد هو البيستاشيو. الفكرة في إنك تكسر البيضة وتغرق الكنافة بالحشو والمكسرات واديها وكل. عش الكتكوت متقدم في علبة شفافة ومتغلبة بشريط هدايا. ترند الملكي الجديد عمل قلبان على السوشيال ميديا وخلى الناس كلها تتكلم عنه، وناس كتير قالت نفسنا نجربه، واللي جربه عجبه جدا وقال فكرتها حلوة، وكمان هيهدوا بيها حبايبهم وقرايبهم كنوع من الحب والعيدية في العيد، وعلشان يفرح الناس والعيلة كلها في شم النسيم، وده علشان يشجع العيلة كلها تخرج مع بعض وتجرب عروض الأجيال اللي هو عبارة عن رز بلبن بس بشكل جديد. عمل رز بلبن طعم زمان بتاع جدي وجدك، ورز بلبن الجيل الثالث بتاع أبويا وأبوك وعمي وعم، كمان رز بلبن ألفا بتاعي وبتاعك وعليهم بوليت ايس كريم، يعني هتاكل وتحلي بالايس كريم. وفي بلوجرز كتير جربوا عش الكتكوت وعروض الرز بلبن، ومنهم محمود اشرف واللي قال انه جامد جدا، والكنافه بالسمن البلدي يعني مفيش هزار. البلوجر عمرو عزت قال ان احلى حاجه فيها انها مش مسكره وان سكرها مظبوط يعني مش هتجزع معاك. والبلوجر علي فيصل واللي انبهر بيها وجربها بطريقه مختلفه وهي ان خبطها في راسه زي البيضه. الملكي ليه تاريخه وناس كتير بتحبه وبتروح لي من كل حته وفروع كتيرة جدا، وشعاره اللي بنى مصر كان في الأصل إيه؟ حلواني. بيعود تاريخ الملكي العام 1917 ويوم بيوم كبر لحد ما بقى أكبر محل حلويات شهير في مصر، وليه فروع كتيرة جدا حوالي 37 فرع. قولولي بقى بتحبوا الترندات اللي بتظهر في الأكل ولا لأ؟ وهل هتجرب عيش الكتكوت في شم النسيم؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.